اول ما تشوفي الوصفه دي هتقولي على طول ازاي كنت بعملها بطريقه عاديه وتقليديه. هي بقى دي الوصفه اللي ولادك هيقولوا عشانها احنا هنقعد في البيت ومش هناكل في مطاعم تاني. انا عفاف واهلا بيكي، ويلا نبدا على طول. هنجهز تتبيله الفراخ. عندي علبه زبادي، دي ميه بصل على فلفل مفرومه، كنت واخده التفل عامله بيه كفته وشلت الميه دي في الفريزر عشان اتبل بيها اي مره تانية، وكان عليها ملح وفلفل بس. بالنسبه للتوابل اللي هضيفها على تتبيله الفراخ عدي معايا بسرعه: ملح وفلفل، ثوم وبصل باودر، ورشه من القرفه، ورشه من الشطه، وكمان كركم. واللي هيظبط عندي الطعم معلقه صغيره من العسل الابيض، او ممكن تضيفي رشه من السكر. واوعي تنسي عصير الليمون. هاتي صدور الفراخ اللي اتغسلت كويس قوي واتنقعت في محلول نقع في ليمون وملح وميه، وتصفي تماما من الميه. دي اهم خطوه عندي، تكون الفراخ ناشفه بالشكل ده. هتبلها بالتتبيله الخطيره دي وشوفي الجمال. ايه رايكم؟ بصراحه شكلها يتاكل ني. هركنها تتبل شويه لانها ما بتاخدش وقت في التسويه خالص. وهنعمل الرز. عندي زيت وبصل مفروم ناعم في الكبه كده، هضيف عليه كركم ورشه قرفه وثوم وبصل باودر وملح وفلفل. وده احلى رز اصفر ممكن تعمليه من غير بقى اضافات تانية كتيره للتوابل. انزلي بالرز، سخنيه شويه مع الزيت والتوابل وقلبيهم كده، وبعدين انزلي بعيار الميه بتاعك. ممكن تضيفي مكعب زبده او معلقه سمنه براحتك. يغلي هدي ووطي وغطي وسيبي الرز يستوي براحته خالص. هجيب الجريل بتاعتي وهسخنها تسخينه محترمه، مش هضيف فيها اي ماده دهنيه خالص، وهنزل بالفراخ على طول. اول ما تاخد لون وتتشمع من الوش الاولاني نقلبها على الناحيه التانية، وبعدين نهدي النار شويه ونسيبها تستوي براحتها ونغطي ونهدي. هتستوي الفراخ بتاعتي. يلا اوريكم شكلها بعد ما خلصتها. وده كده شكلها. اخر خطوه، هتجيبي وok او اي طاسه عندك على النار، حطي فيها مكعب زبده او شويه زيت لو مفيش زبده. انزلي بقى بمعلقه صغيره ثوم مفروم، يا دوب بس ياخد لون بسيط قوي، مش عايزاه يتحمر. هنزل بحوالي ربع كوبايه من صوص الباربيكيو وزيها كاتشب، وكمان هنضيف صويا صوص حوالي 5 معالق. طبعا الصوص ده كميته حسب الفراخ اللي عندك، يعني ممكن تقدريها كده بالنظر من غير مقادير ولا حاجه. عايزه كده شويه صوص حلوين يبقوا ميكس من الثلاث حاجات دول على بعض. هنزل عليهم بملح وفلفل اسود وبس، وهنضيف معلقه عسل صغيره تظبط معايا الطعم بتاع الصوص الخطير اللي بجد ما دقتيش في جماله قبل كده. اوعي هنا تغلطي وتعلي النار، لان الصوص هينشف معاكي بسرعه، وتيجي تقلبي الفراخ مش هتلاقي حاجه اصلا تقلبيها فيها، لان هيكون الصوص ده نشف. انا بهدي النار يا دوب غلوه واحده وبطفي، وبقلب الفراخ في الصوص كده واسيبها على البخار تاخد كده وتدي مع بعضها من غير بقى اي نار تاني. مش محتاجين اكتر من كده. طعم الصوص بيجي على الفراخ وبيخليه تحفه جدا. الفراخ كده كده مستويه ومش محتاجه اكتر من كده. ايه رايكم في الحلاوه دي؟ بجد بعد الفيديو ده خساره جدا تعملي صدور فراخ بالطريقه العاديه. اعملي صدور الفراخ بالصوص بالطريقه دي خطيره. هنعمل جنبها ايه يا عفاف؟ هنعمل جنبها طبق سلطه، طبعا نحط فيه كل الالوان، ومش محتاجه جنبها تعملي اي خضار او اي حاجه تانية. هي السلطه والرز والفراخ كافيين جدا لوجبه مشبعه وخطيره. تقدري تعمليها لاولادك بجد هيتجننوا عليها، وقولي لهم ان انت عاملاها على طريقه عفاف. يلا بينا دلوقتي اوريكم الرز المفلفل الخطير بتاعنا اللي مفيش حبايه لازقه فيه في التانية. لو عايزه تزودي كده القيمه الغذائيه شويه، ممكن تعملي الرز ده يكون بالبسله والجزر، يعني رز بالخضار، هيبقى مناسب جدا جدا مع الاكله دي. شايفين الرز وجماله؟ الرز البسمتي بننقعه قبل التسويه لمده نص ساعه في ميه عاديه، ولو انت مستعجله نقعيه في ميه مغليه وضيفي عليها معلقه خل وبس كده. وده كده كان شكل الفراخ بتاعتنا خطيره. جربيها، انا متاكده جدا انك هترجعي في التعليقات وتكتبي لي انها عجبتك جدا. اشوفك على خير الفيديو الجاي. سلام عليكم.